مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسي ان. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. قال المحامي والنهضاوي سمير ديلو ان الامين العام المستقيل من حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي هو المقصود بتصريحات رئيس الجمهوريه قيس سعيد التي قال فيها لن نترك لهم طريقا للخروج الامن. بعد ما صرح غازي الشواشي ووجه رساله لقيس سعيد قال له اعمل حوار وطني ونظم لك خروج امن وما نعملوا لك حتى شيء، ما تخافش اقسم بالله لنحاسبوك. وزاد فيه المحامي سمير ديلو في مداخله له على جوهر فام ان يكون المقصود بهذه التصريحات رئيس حركه النهضه راشد الغنوشي، كما نفى ايضا ما تم تداوله بخصوص وجود وساطه من دول صديقه وشقيقه لتونس من اجل ضمان خروج امن للغنوشي. كما قاعدين تسمعوا هذه كانت رساله سمير ديلو، خاطر برشا تعليقات بعد الحوار متاع قيس سعيد والرساله اللي وجهها وقال فيها لن نترك لهم طريقة للخروج الآمن. العباد الكل معناها وجهت كلامها الرجل الغنوشي كلها في كومنتات. رجل الغنوشي بالطبيعة ماذا بهم رجل الغنوشي يخرج في أقرب وقت ولا يتحاسب، المهم يبعد على الحكم في تونس نهائيا. لكن اليوم سمير ديلو حب يوضح للرأي العام، قال راهو يقصد في غازي الشواشي ماهوش رئيس حركة النهضة الرجل الغنوشي، خاطر غازي الشواشي هو اللي وجه رسالة لقيس سعيد قال له اعمل حوار وطني ينظموا لك خروج آمن وما نعملوا لك حتى شيء. لكن قيس سعيد كان رده واضح ورساله موجهه الغازي الشواشي. هذه الحكايه وما فيها. العباد الكل خاطر كما قلت لكم ماشي في بالهم على رجل غنوشي. اليوم سمير ديلو وضح الحكايه وما فيها. حسب الكلمه عندكم انتم لو كان تحبوا تعلقوا على الفيديو هذا ولا تضيفوا لنا اي معلومه، وهاك نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.